الليترال الكاركتر الليترال يعني من النوع كاركتر. بيقول لك ان الكاركتر ليترال في السي شارب ار انكلوزد ان سنجل كوتس، يعني انا بحط الليترال ده جوه سنجل كوت. هنشوفها دلوقتي في الكود بتتعمل ازاي بسنجل كوت. فور اكزامبل اهي بيقول لك ان انت كمثال ده هنا الرقم او القيمة الابتدائية اللي بتحطها للكاركتر اللي هي ما بين كوتة واحدة وتحط حرف واحد. and can be stored in simple variable of character. الكاركتر بتاعها او الفاريبل بتاعها الداتا تايب character. A character literal can be a plain character. for example ممكن يبقى رقم، ممكن يبقى شكله كده كليترال، او ممكن حاجة احنا كنا اتعاملنا معاها قبل كده اللي هي الاسكيب سيكونس اللي هي باك سلاش تي. احنا قبل كده كنا عملنا باك سلاش ان، وقلنا ان احنا عندنا كسكيب سيكونس عندنا كذا حاجة ممكن تعمل نشتغل بيها. باك سلاش تي دي معناها يا شباب، معناها ان انا بدوس حرف التاب وادي الاسكيب والسيكونس ميننج بتاعها. يعني مثلا لو انا عملت اتنين باك سلاش معناها ان هي باك سلاش كاركتر، باك سلاش كوتيشن معناها ان انا بحط كاركتر، باك سلاش دبل كوتيشن معناها كاركتر، باك سلاش وهكذا. باك سلاش ايه احنا كنا جربنا باك سلاش ايه دي معناها ان هي بتضرب رنة كده. وكنا جربنا برضو باك سلاش ان قلنا ان هي باك سلاش ان بتاخد نيو لاين وهكذا. دي معظم السيكونس مينينج او السكيب سيكونس عندنا في السي شارب ممكن تشتغل بيهم. ولو انت اشتغلت بالسي او السي بلس بلس هتلاقي برضو نفس الحاجة دي موجودة في السي او السي بلس بلس. طيب وممكن ان انا اعمل اليونيفرسال كاركتر. فور اكزامبل ممكن اعمل الحتة دي جوه الكاركتر بتاعي، جوه المتغير بتاعي، مش هيزعل وهبال هيقول لك لا ده انا تمام وشغال. طيب ازاي احط ليترال؟ احنا قلنا ممكن تحط الف حرف الايه مثلا، ممكن تحط باك سلاش تي، ممكن تحط قيمة شبه القيمة دي اللي احنا بنسميها ايه يونيفرسال كاركتر. فعندنا ثلاث طرق ممكن تعمل بيهم الكاركتر ليترالز. اول واحده using السنجل كوت، السنجل كوت العاديه. we can specify character literals to a char data type as a single character using single quote. for example هعرف متغير اسمه ch من النوع data type بتشار واقول له ان ch بيساوي حرف الايه كده. دي اول طريقه ممكن ان انا اعمل بيها. تانية بطريقة إن أنا ممكن أستخدم اليونيكود ريبريزنتيشن أو في قول آخر يونيفرسال كاركتر. في الحالة دي إن أنا أحط الليتر يوزنج يونيكود ريبريزنتيشن زي الشكل ده where الأربعة x is the 4 hexadecimal number، يعني الأربع أرقام الهكساديسيمال بتوعي اللي أنا عايز أحطهم. طب كإكزامبل ممكن أقول له باك سلاش يو واحط له اربع ارقام. هنا باك سلاش يو اربع ارقام معناها حرف الاي. يعني تخيل ان انت حرف الاي كهكسا ديسيمل بيساوي ده لو انت تعمله بتشار. ممكن عشان توسع معلومتك ان انت ممكن تخش على اللينك اللذيذ ده هيتعرف اليونيكودز ممكن معناها ايه، كل يونيكود معناه ايه. تالت حاجة ان انت ممكن تعمل بالسكيب سيكونس زي ما احنا قلنا، ممكن تستخدم سكيب سيكونس من دول تعمل بيها. فانت ممكن تقول له ايه كاكزامبل تشار سي اتش بتساوي باك سلاش ان، معناها هنا ان انا هقول له روح اعمل سطر جديد في الكونسول. يعني فور اكزامبل نيو لاين باك سلاش ان نيو تاب باك سلاش تي وهكذا. ممكن تبص على ايه على الجدول اللذيذ ده هيعرض لك هتفهم منه الدنيا إيه بالظبط. طيب كاكزامبل على الكاركتر انا عندي ممكن اقول له هنا كاركتر ليترال. عندي اول طريقة احنا قلنا عليها ان انا ممكن احط بين سنجل كوت، هنا معناها كاركتر ch1 سنجل كوت حرف الايه. المفترض لما انا اعمل له رايت لاين هيطلع لي دي. طيب ممكن اقول له برضو باليونيفرسال ريبريزنتيشن او اليونيكود ريبريزنتيشن اللي هو باك سلاش يو صفرين 41. ولو جيت برضو عملت لها رايت لاين هتطلع لي برضو حرف الايه. يعني في الاول طلعت لي حرف الايه، تاني هتطلع لي حرف الايه. تالت حاجة ان انت ممكن تستخدم اللي هي
الاسكيب كاركتر، فانت ممكن تيجي تقول له ايه، رايت لاين اسكيب هلو باك سلاش دوت نت باك سلاش تي، هنا باك سلاش ان، هنا باك سلاش تي توتوريالز. فالمفروض الرايت لاين بتاعتك تطلع لك كلمة هلو، وتقوم نازلة سطر تحت، وواخدة نازلة سطر في بداية هنا، وتقوم واخدة كلمة دوت نت، بعد كده واخدة تاب بسيطة، بعد كده مطلعة لك كلمة توتوريالز. طب نشوفها في الكود. في الكود اهي، ادي اول مرة اهو الكومبايلر عندنا مش معترض، مش مطلع ايرور، وهي تشار بتساوي ايه بين سنجل كود، وهتطلع لي حرف الايه. لو انا جيت عملت برضو باليونيفرسال او اليونيكود ريبريزنتيشن، ده برضو معناها حرف الايه. وهنا برضو لو عملت رايت لاين هتطلع لي حرف الايه كابيتال. وهنا باك هلو باك سلاش ان باك سلاش تي، معناها هلو انزل سطر كلمة دوت نت، بعد كده خد تاب توتوريالز. لو جينا هنا وبصينا على الشكل، هيقول لي ادي كسنجل كود حرف الاي كابيتال، كيونيكود حرف الاي كابيتال، كاسكيب كاركتر ادي كلمة هلو، ونزل من اول السطر خد دوت نت توتوريالز.